السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل أي شيء صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام، واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. طبيب ينصح بتناول الكبدة المجمدة. وقال الطبيب بأن مواصفات الكبدة المجمدة بتكون سليمة 100%، وإن الكبدة المجمدة لما بتكون فيها المواصفات دي بتكون صحية. قال الطبيب بأن الكبدة المجمدة بتكون سليمة 100% لما بيكون لونها مايل للإحمرار، وكمان بيكون سطحها ناعم، ولابد أن تكون خالية من أي بقع أو أي تجمدات دهنية. وفي الحالة دي لو حضرتك اشتريت كبدة بالمواصفات دي بتكون الكبدة المجمدة صحية 100%. وكمان قال الطبيب أيضا أن الكبدة أو أحسن أنواع الكبدة هي كبدة البط أو كبدة الوز والبقر والأرانب. وقال أيضا الطبيب بأن الكبدة ذات اللون الفاتح يجب أن نبعد عنها تماما. وقال الطبيب بأن الكبدة بتحتوي على فيتامين إي ومضادات أكسدة ومعادن، وكمان هي علاج مهم جدا للأنيميا، وكمان فيها أو يوجد فيها فيتامين A و B و E وفيتامين سيلينيوم وحديد ونحاس. وطبعا الكبدة مفيدة جدا للحوامل والأطفال. وبكده نصايح الطبيب هتكون نصايح مهمة جدا، وكلنا طبعا هناكل الكبدة المجمدة. ونرجو الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.